هلو يا حلوين، هسافر المالديفز لتاني مرة. وكتير منكم عارفين ان انا اوريدي كنت قعدت قبل كده فترة هناك، يعني قعدت تقريبا 5 شهور. فده اول يوم احنا كده في مطار القاهرة. لسه دخلت اللاونج الاول، الكوفي كانت رهيبة، وكان بصراحة كان اول مرة ادخل بقى اللاونج اللي في مطار القاهرة، وكنت مبسوطة قوي بالخدمة دي. فكرة ان انتي اللاونج تدخلي تاخدي حاجة تاكلوا، يعني لو محتاجين تاكلوا تتغدوا قبل ما تطلعوا الطيارة، خصوصا لو انتوا زي رايحين بدري قوي. كان في سناكس وكيكس زي ما انتوا شايفين كده، كل حاجة. بصراحة كنت مبسوطة قوي بمطار القاهرة، وحاسة كده ان انا براود. يا جماعة، الناس اللي مش عارفين، انا واحدة مصرية قوي 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 قوي. يعني انا مصر بالنسبة لي فعلا مش المكان اللي بعيش فيه، او مش بس بلدي. مصر دي دمي، مصر دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي. فبحب قوي اي حاجة ليها علاقة بينا احنا كمصريين. المهم، كنت مبسوطة بالمطار فبصور كده اللاونج وبايه، بوريكم كمان. بصوا، ممكن حتى تدخلوا تاخدوا كوفي وتاكلوا مثلا برانش، حاجة خفيفة. انا خدت حاجة خفيفة كده يعني. واضح طبعا. وبعدين اتجهنا على اول طيارة اللي هي هتروح قطر، عشان احنا كنا على قطر ايرويز. المالديفز يا جماعة لازم تنزلوا ترانزيت، مفيش دايركت طيران دايركت يعني للمالديفز. فالمرة الأولى كنت نزلت غالبا، في مرة نزلت فيها في أبو ظبي، والمرة التانية كنا في دبي، والمرة دي في مطار قطر. which is حاجة بصراحة كنت منبهرة بيها. بصوا المطار تحفة ازاي، شايفين المطار كله؟ تحسوا ان انتوا ماشيين في فورست كده. هو يعني شكله نفسه من جوه تحسوا ان هو مول فخم جدا. بلس كده كمان هو في حاجات، في اماكن، المكان ده كان عاجبني قوي. تحسوا ان انتوا ماشيين في بيت طرزان كده. يعني ان شاء الله لو راجعين على قطر ايرويز برضو هبقى اروح بقى اخد وقت اطول هناك. يعني بصوا هسيبكم تشوفوا الاماكن كده. شايفين الجمال؟ تحفه تحفه. تعالي هنا. وهنا كنت بوري ليلى بقى المكان عامل ازاي. حاولت اصور لكم كده حاجات بسيطه، بس كنت مبسوطه قوي بالمطار. المهم كملنا ووصلنا المالديفز. ودي البارك اللي قدام بيتي على طول، بنزل كل يوم انا وليلى وغاليه، اقعد العبهم شويه يغيروا جو. which is برضو حاجه حلوه في المالديفز هنا، ان اي بيت لازم تلاقوا قدامه البارك اللي بتبقى شبه كده للاطفال كلهم يلعبوا فيها، على طول نظيفه، على طول مهتمين بيها، على طول لو في اي حاجه بايظه بيصلحوها. هنا انا قعدت العب شويه كمان. وبالليل كالعاده نقعد نتمشى بقى. فده كان I think هنا كان بقالي شوية برضو، ده هنا مش أول يوم بصراحة. هنا مثلا اليوم العاشر بقى لما بدأت أصور شوية وأنا ماشية في المالديفز وكده. أنا كل يوم بعد ما بنخلص العشاء بروح أتمشى شوية. الصبح برضو بصور لكم المكان ده. المكان ده من أكتر الأماكن اللي بحب أتمشى فيها، اللي هو على طول جنب البارك. لو أنا ببقى قاعدة هناك بقرا حاجة، بكتب حاجة، قاعدة حتى كده بعمل مديتيشن، بس بحب أقوم أتمشى شوية رايح جاي كده. وقدامنا ده مسجد شكله تحفة، هوريهولكوا برضو في فيديوهات تانية. انا عارفة ان مش كتير منكم عارفين ان المالديفز بلد مسلمة بالكامل. بصوا هنا كنا بنتمشى بالليل. بصوا يا جماعة، انا كنت حاسة ان انا عارفين احسن انتي بحب اول الاماكن الكتيرة اللي نقعد نمشي فيها. وبعدين هي بلد هادية نظيفة على طول. ده كنا يوم تاني رحت بقى اتعشى برا. كانوا عاملين زي مالديفيان نايت كده. فبصوا بصور لكم بس هنا، ده برضو يعني جنب البيت جدا قدام كده على البحر. كانوا عاملين زي سيليبريشن مالديفيان نايت واكل مالديفي. فروحت بقى قعدت اتصور، وجربنا البوفيه المالديفي اول مره، كان تحفه. والمكان ده اصلا حلو قوي، كتير بقعد اروح اقعد فيه لما بكون عايزه افصل كده، اروح اشرب كوفي، اقعد شويه، اعمل حاجه. من اكتر الاماكن اللي بحبها سواء المره دي او حتى المره اللي فاتت لما جيت. وبس كنت بقول لكم المالديف بلد هاديه وجميله. اسمعوا الموسيقى. هنا بقى البوفيه بتاع الديزرت. بعد ما خلصنا قمت اخد شويه ديزرت كده وفاكهه والكوكونات بتاعهم. وكنت مسافره تاني يوم رايحه ايلاند تانية، زي ما انتم شايفين كده راكبه السبيد بوت. هناك لو رايحين اي ايلاند يا سبيد بوت يا اللي هي السي بلين الطياره. فكنت رايحه ايلاند تانية كانت تحفه. انا مش عارفه انتوا تعرفوا كتير يعني، بس المالديفز فعلا مليانه حاجات. ده كان الانيفرساري بتاعي. فكنتش اعرف، ما كنتش اعرف طبعا، فكان جوزي عامل لي بس مفاجاه كده. دي كانت الاوضه. وهنا كنت عايزه اوريكم المايو اللي انا كنت لابساه. على فكره المالديف زي ما قلت لكم بلد مسلمه، ممنوع ان احنا نلبس بيكيني. وكنت حاسه اني مرتاحه جدا لان انا كده مش بلبس بيكيني يعني.
فالمايو ده كان شكله عجبني قوي وكان حلو كده ومريحني وحاسه ان انا I'm feeling myself قوي فيه يعني. اوكي كنت اصلا اهو بصوا بصور لكم يا جماعه، انا مصوره شويه فيديوهات في المكان ده فظيعه، لازم اوريها لكم. بصوا بقى البحر وتحسي ان انت عايشه لوحدك، جزيره تانية خالص. ومع ذلك انا بقول لكم هو انا بعمل فيديو النهارده، انا مصر حاجه تانية يعني. انا فعلا مصر بالنسبه لي، كتير يقولوا لا عشان انتي ما قعدتيش بره وما سافرتيش. لا يا جماعه انا سافرت وسافرت وعشت كمان، مش سافرت اللي هو مسافره اسبوع وراجعه ولا مسافره 10 ايام وراجعه، مسافره اجازه وراجعه. لا انا سافرت وعشت بره اهو في بلد المالديفز، مش مسافره يعني. مش هقول لكم حتى فرنسا اللي الناس كلها بتروح تقول بنتسرق هناك وبتاع وكده، بس المالديفز which is بلد اولا مسلمه نظيفه جدا منظمه جدا، اهلها ناس طيبه قوي، كل حاجه فيها حلوه. انا قاعده في بحر وميه وشمس وبصوا الحمد لله يعني، الحمد لله. ولا زال مصر هي اللي جوه في القلب بصراحه الحمد لله يعني على كل النعم، والحمد لله ان ربنا كتب لي ان انا اعرف اجي هنا واقعد هنا فتره. بس ستيل بقول لكم وانا من جوه التجربه انا بحب مصر، وانا بلاقي نفسي في مصر، وانا بحس بنفسي جوه يعني وسط اهلي وصحابي وعيلتي في مصر بصراحه وبيتي. بس ونزلت بالليل بقى عملت شويه شوبينج، جبت حاجات. وهنا كنت وريتكم دي على الانستجرام، اللي مش تابعني بالمناسبه يروح يعمل فولو على الانستجرام، وهوريكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله لو حابين فيديوهات اكتر عن المالديفز. هنا تاني يوم كنت بفطر علشان كنا هناخد السبيد بوت وهرجع تاني للاوتيل اللي انا قاعده فيه. لو عجبكم الفكره وحابين ان اوريكم اماكن اكتر في المالديفز قولولي وهعمل لكم فيديو تاني.